بعيد بقى عن انك اهلاوي بتعاني عشان تلاقي مهاجم بيستلم في وسط خمسة ويلف ويلعب الباص عادي جدا وتسجل هدف. وبعيد عن انك اهلاوي وحشك مهاجم بيستلم ويلف ويمهد لنفسه وبيسدد، مهاجم هجام بيدخل في وسط الدفاع يهد فيهم ويخطفهم. تعال اكلمك بقى عن هدف الاهلي الاول من البدايه. الكره كانت هجمه مرتده خطيره لمصلحه فاركو، 2 على 1، احمد شريف وعمرو جمال على رامي ربيعه فقط، لكن تباطأ احمد شريف ورجع محمد عبد المنعم، وكان قدام احمد شريف حل التمرير لعمرو جمال والكره هتبقى خطيره، ولكن قرر يشتغل فردي ويقطم ويضرب ربيعه وعبد المنعم بكره واحده، لكن كل ده يعدي على اي مدافع الا محمد عبد المنعم، لانه كده بلغه الكره صايع وقطع عليه وخد منه الكره، والكره تتلعب باص في الثاني وتروح لكريم فؤاد، يروح يستلم ويسلم للشحات اللي ياخدها ويضم للعمق، وكريم يفتح على الخط ويخطف عين وانظار انجاده، والشحات يدخل للعمق يلعب الوان لوسام ابو علي في وسط اكتر من 6 لاعبين، ولكن وسام عشان مهاجم كواليتي عالي استلم ولف وعمل باص مميز جدا من غير بقى ما يتوتر ولا يتشتت، والشحات اللي كمل في العمق من غير كوره، وتوقع ان الاستلام والباص هيتلعبوا في المساحه، ولكن بقى وجود كريم فؤاد خلى انجاده يقف في مكانه وما يكملش مع المان بتاعه اللي هو الشحات، فبالتالي الكره اتسجلت هدف.